السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ يا رب تكونون بخير. مستمرين معكم بسلسلة العيادات. فيديو اليوم راح يكون عن كيفية كتابة الكيس شيت وشلون نحصل على هيستوري مناسب للبيشنت. قبل كل شيء خلونا نعرف بأن الكيس شيت هي عبارة عن وثيقة قانونية بين كل من البيشنت والدينتست، واللي يمكن الرجوع لها في حال مساءلة قانونية. حتى نحصل على هيستوري مضبوط لازم نملي الكيس شيت بطريقة صحيحة. شلون نملي الكيس شيت بطريقة صحيحة؟ كملوا يعني الفيديو الأخير. طريقة كتابة الكيس شيت جدا سهلة. هي عبارة عن مجموعة من الحقول اللي راح تتضمن معلومات اللي ناخذها من البيشنت. بداية كل كيس شيت راح نلقي حقل بعنوان General Information اللي يتضمن اسم البيشنت، عمره، جنسه والسكن، بالإضافة لبعض المعلومات اللي هدفها هي خلق تواصل ما بين الدينتست والبيشنت. بالنسبة للحقل الثاني وهو حقل جدا مهم اللي يكون بعنوان Chief Complaint، واللي هو السبب الرئيسي اللي خلى البيشنت يجي للعيادة. راح تسمع البيشنت وتكتب كلامه حرفيا بدون إضافة أي نص علمي، مثل ما يقولون patient on word. بالنسبة للحقل الثالث اللي راح يكون بعنوان Medical History، راح يتضمن بعض المعلومات اللي هدفها هي معرفة الصحة العامة للبيشنت والأمراض الوراثية، مثلا ضغط الدم، السكري، أمراض الجهاز العصبي أو الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، بالإضافة لبعض الأمراض الانتقالية. أما بالنسبة للحقل الرابع اللي يكون بعنوان Dental History، راح يتضمن سؤال جوهري وهو شو وقت آخر مرة زرت به طبيب الأسنان، واللي راح تتعرف على سبب الزيارة وشنو يصادفه أثناء الزيارة، مثلا إذا كان قلع شنو المشاكل اللي واجهت أثناء قلع السن، مثلا نزيف دم أو عدم التئام الجرح. كل هاي المعلومات راح تساهم بكتابة كيس شيت صحيحة بالإضافة إلى تشخيص مناسب. ببعض الحالات راح يضطر الدينتست إنه يرسل البيشنت حتى يسوي بعض التحاليل أو إنه يسوي إكس راي اللي من شأنها هي تعزيز المعلومات الموجودة بالكيس شيت. وصلنا لآخر حقل بالكيس شيت ألا وهو التشخيص. من خلال المعلومات اللي جمعناها واللي كتبناها بالكيس شيت بالإضافة إلى الإكزامينيشن اللي راح نتناوله في فيديو خاص بي، راح نحصل على تشخيص صحيح للبيشنت. خلونا لا ننسى بأن الكيس شيت هي وثيقة قانونية بين كل من البيشنت والدينتست. في أمان الله.